الماتش ده متفقين عليه. مباراة النمسا والجزائر ستنتهي بالتعادل. ماتش مخدوم مبيوع، متفاهمين باللي يروحوا كيف كيف. المباراة اللي شغالة دي مسرحية من الآخر. خوتي هذا الفيلم كيسموه شو هذه الفضيحة، شو هذا التأهل، شو هذه المباراة. اقسم بالله لا ماتش مخدوم. لا 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 جول 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 جول. النمسا خارج المونديال، النمسا خارج المونديال. هذه Moi les mecs, je vais vous dire un truc, ma parole que ça peut choquer. Ma parole que ça peut choquer. Mais je vous jure les gars, parce qu'hier on en rigolait et tout, mais ma parole que je le pense. Je préfère me faire éliminer en perdant le match contre l'Autriche, en essayant de les éliminer pour laver la fronde 82, que de me qualifier avec un match arrangé. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, on va jouer l'Espagne. Mais non, on va jouer l'Espagne, j'avais oublié. On va jouer l'Espagne. Mais non. Pourquoi t'as fait ça? La pire victoire. Mais non. صدقوني غير يفرح بالبيت تاع النمسا اكثر من البيت تاع محرز. مسرحية اتعملت مش علشان هما الاتنين يصعدوا فقط، لأ، ده علشان أصلا إيران ما تصعدش. اللي حب يشوف يشوف، اللي حب ما يشوفش ما يشوفش. انا رايي ستنتهي بالتعادل، وقراءتي للمباراه وما يحيط بالمباراه، الجزائر تساعدها ماتش نيل والاخرين تساعدهم ماتش نيل، هما داروها ديجا في 82. منتخب الجزائر متفق مع النمسا على التعادل وان ما حدش يكسب التاني. اصلا ما تقنعونيش مستحيل، هو التعادل يخدم الاثنين. ماتش مخدوم هكا ينعلبوها كاليفيكاسيون كيما هكا، اقسم بالله لا نعلبوها كاليفيكاسيون كيما هكا. العمال تحكي له واش راه يصرى في الماتش يقول لك ماتش مخدوم. انا ما فهمتش، ما عرفت نفرح، ما عرفت نزعف، ما عرفت نكريتيكي، ما عرفت ننتقد. هي كاع على بالنا بلي مخدومه، وكاع اللي يعرف بولا شاف بلي بارتي مخدومه، ابار النسوان، ابار اطفال، ابار اللي ما تفرجش بارتي غادي يقول طروات اهلنا. واو، هي باينه بلي مخدومه، اللي يشوف يعرف. ممكن الجزائر تكون دفعت فلوس للنمسا علشان خاطر يتعادلوا ويصعدوا ويصعد معاه الجزائر، الله أعلم. لكن اللي احنا شايفينه دي مسرحية، والله العظيم مسرحية. اذا هذه الامور موجودين في كره القدم. النمسا يحبوا يطلعوا هما طالعين بريمير بلاس، ماتش نيل بريمير بلاس، دوزيام بلاس، ماتش نيل دوزيام بلاس، يفوزوا دوزيام بلاس، يخسروا اليميني. الجزائر ماتش نيل تروازيام بلاس، نربحوهم دوزيام بلاس. احنا دوزيام بلاس ما تساعدناش ثاني نروحوا نلعبوا كونتر لاسبان. اون بريفير لا سويس، نقولوا بالك بور باسي اون بوكو بليس دو شانس. المنتخب نتاعنا هموا الماتش نيل، الفريق الثاني هموا التعادل. بالنسبه لمنتخب الجزائر هصعد في المركز الثالث، وده افضل له من المركز الثاني، وانا شرحتها لك. اروح العب سويسرا بدل ما اروح العب المنتخب الاسباني، فهو عايز يتعادل. ده حتى الجزائر لما اتعادلت وبتاخد فرص، لعيبه الجزائر نفسها ما بترضاش تهاجم، ما بترضاش تشوط، ما بترضاش تعمل اي حاجه. ولاعبين النمسا وقفوا من ساعه ما سجلوا الهدف الثاني والجزائر تعادل، وقفوا في ارض الملعب خلاص. ما كاش يا والله ما عندنا ايكيب، اقسم بالله ما عندنا ايكيب، ما عندنا اونترينور خويا. ما كاش مونديال كيما هكا يتفاهموا بيديروا ماتش اكس. عندي ما نحكي على الماتش، صدقوني غير ماتش مخدوم. راني مبارطاجي شويه لي فيديو في لاباج تاعي، دخلوا شوفوهم. لي باس في السونتر كذايا منا ومتفاهمين. قال مع الاول خليني نماركي لك، وانت كيف ماركي لك معليش نخليك تقاليزي. صدقوني غير شو انا نقول مخدوم. زي ما انتم شايفين كده واقفين في ارض الملعب، والجزائر بيلعب في خط الوسط. يلا رجع للي هناك، ها العب لده، العب لده، يلا يا حبيبي العب لده، ايوه يلا رجع له تاني، ايوه ضيع وقت، ايوه ارجع تاني ما تزعلش لقدام، ارجع يا رياض ارجع، ايوه اهو ارجع يا رياض، يلا ادي له ده. من دقيقه 60 ماندي ب 70 ماندي بروسونتاج 700. اول مره نلعبوا 7000 باس لعبناها اليوم. صاي 2-2 رانا في زوج متاهلين. حنا نلعبوا لا سويس وما يلعبوا اسبانيا. صاي
قلت لك الثأر من النمسا حمزة. نعم الثأر جول النمسا خارج المونديال. نعم. بإذن الله قلت لك حمزة. نعم. نقدروا نتأهلوا. الثأر شاهدوا ماذا حصل الآن. ماذا حصل السيناريو. منتخب 1982. نعم. يعني لدغة من رياض محرز. بارك الله فيك. نعم لدغة من رياض محرز. لدغة الآن سنواجه منتخب إسبانيا. لا يهم ما سنواجه. الآن نحن في المركز الثاني. ماذا حصل المنتخب النمساوي الذي أراد إقصاء المنتخب الوطني. نعم. ها يا أمام. رسميا المنتخب الوطني الجزائري سيواجه سويسرا في الدور 32 ويتفادى المنتخب الإسباني. Bon ben voilà, on est qualifié pour les 16e de finale, match nul 3-3 face à l'Autriche. On va prendre la Suisse pour les 16e de finale, mais moi je préfère vous dire de suite, moi je suis dégoûté. Voilà, je m'en bats les couilles que juste après on allait prendre l'Espagne sans gagner ce match. Ce matin-là, il y avait de l'honneur à jouer, d'accord? On avait un match pour venger nos ancêtres, ils l'ont pas fait. Ils sont incapables de tenir un score. Puis la seconde mi-temps, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Elle est scandaleuse. L'équipe, elle voulait faire la passe à 10. Moi, je vous le dis, le match, il était scripté. Les deux équipes voulaient ça. Il y a eu un arrangement, c'est simple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on a mis le but du 3-2, c'est-à-dire significatif de l'élimination de l'Autriche, bizarrement, juste après, l'Autriche va aller marquer et aller voir le comportement des défenseurs algériens. Il n'y en a aucun qui est agressif sur le porteur du ballon. انا ماني نقول والو، كل واحد درك الكلام تاعي انا هضرته، وكل واحد يفكر كما يحب. كيفاه؟ يفكرها بتفكيره. انا نقول لك تقصد انا نقصد اللي نقصدو. المدير الرياضي تاع الاتحاد النمساوي لكرة القدم استعرضنا تصريح تاعو امس في قناة شروق في برنامج كرة مونديال، قال بصريح العبارة يمكن أن تنتهي مباراة الجزائر والنمسا بتعادل وستنتهي بالتعادل. هل هذا تلميح؟ أنا راني نقول ستنتهي بالتعادل. أنا قراءتي العامة ماهوش غير الجانب التكتيكي، من كل الجوانب مباراة النمسا والجزائر ستنتهي بالتعادل. واللي يقول ماشي مخدوم يا خويا عطينا الأدلة تاع كيف حنايا من دقيقة 80 والبالون عندنا ونلعبوا غير في السونتر، دقيقة 89 ولا دقيقة 90 ماركا رياض محرز. هنا ما موشنو تراك حاب تتأهلوا تقصي النمسا ما تلعب 10 اللور تا كيف تعطيهم بالون وهما يطلعوا يماركي ليغاليزاسيون. باينه مخدومه ليكيب، ما تقدرش كاع تحكم واحد ما يقول لك لعبت مليحه باسكو صدقوني غير كاينه اتفاقيه. حنا نشكيو من الظلم، حنا نشكيو من مباراه لا فيرغونيا مباراه العار، نشكيو ونستناو جات 2026 نكرر نفس الشيء لان ما عندناش الامكانيه ان نفوز على النمسا. كيف ما عندناش؟ لو كان نفتحوا الجزائري لا يملك جوسكا بريزون، لو كان نفتحوا اللعب ونلعبوا الند ما نقدروش نفوزوا على النمسا. عندهم هما علاه النمسا ولات اسبانيا؟ لا احسن منا حاليا. النمسا افضل منا. نعم حاليا. من اي ناحيه؟ من كل النواحي. هتقول لي طب النمسا مستفيده ايه؟ ما النمسا التعادل هيصعدها برضه مركز تاني وكده كده هتلاعب اسبانيا، ما لو كسبت نفس الوضع فمش فارق معاها. هتقول لي طب ما النمسا تكسب يا عم، هي فارق معاها ايه ان الجزائر يصعد؟ ما هو الاتفاق هنا ايه بقى؟ تحس ان الاتفاق ان هو ما تسجلوش فينا ما تكسبوناش عشان احنا ما ندوسش ونكسبكم. ما هو النمسا لو خسرت تخرج بره، فالتعادل يرضي جميع الاطراف، فتحس ان في اتفاق في الماتش. يعني انا مش متاكد، هنزل لك الفيديو واديها دلوقتي زي ما انت شفت اهي 67 وانا بقول لك الماتش ده يخلص تعادل مهما كان. تيجي تبص لها من كل الاتجاهات. ليه منتخب الجزائر مقعد لوكا زيدان؟ ليه مقعد لوكا زيدان والحارس اللي موجود ده اضعف منه بكتير قوي وشفنا الجول الاول؟ مقعد لوكا زيدان ومريحه ليه؟ غريبه جدا. تيجي تبص برضه مقعد ريان ايات نوري ليه ومريحه؟ افضل باك ليفت موجود في الجزائر بفرق كبير جدا، مريحه عادي جدا. مقعد بوداوي من نص الملعب ومريحه، مريح اكتر من لاعب. تيجي تبص الناحيه الثانيه النمسا، ألابا اللي هو بالنسبه لهم الكابتن وافضل لاعب في تاريخ النمسا يعتبر، وبالنسبه لهم زي محمد صلاح عندنا كده، زي رياض محرز في الجزائر ولاعيب كبير قوي، بيخرجوه النتيجه 2-2. طب افرض اتخبطت جول، افرض جه فيك جول دلوقتي، ما انت هتخرج من المونديال. لكن تحس ان الدنيا ماشيه بالحب. ومنتخب الجزائر ما بيسجلش انه يتقدم، جبتوا فينا جول هنهاجم ونرد نجيب جول، ما جبتوش فينا احنا ماشيين الدنيا بالحب، احنا عايزين نتعادل وانتوا عايزين تتعادلوا. هل بقى ترى هتخلص بالحب لحد الاخر ولا منتخب ممكن يغفل التاني وساعتها يبقى منتخب النمسا مش الجزائر؟ الجزائر مش عايزه تكسب، مكسب الجزائر تروح تلعب اسبانيا تخرج من المونديال، لكن تخوص تعادلهم هيخليه لاعب سويسرا الدنيا حلوه والدنيا جميله قوي والدنيا لطيفه واكسب، وبعد كده هلاقي نفسي بلاعب كولومبيا ولا غانا والطريق وردي لحد دور الثمانيه. فالمكسب الجزائر مش عايزه المكسب، الجزائر لو الجول فاضي قدامها مش هتسجل، لكن لو دخل فيها جول هتهجم بمنتهى القوه عشان تجيب التعادل.
النمسا التعادل زي الفوز، هل يغفلوهم في الاخر ولا الاتفاق ايه ولا مفيش اتفاق وهي دايره بالحق؟ ما تعرفش قول لي رايك في الكومنتات. انا شايف ان الماتش هيخلص تعادل، وتعادل 2-2، محدش هيسجل تاني. الوحيد اللي هينام معيط من كل الكلام ده هو منتخب ايران. في ال 94 محرز يقيس لهم بيت، خرجهم كاع من كوب دي موند، درنا لهم تاع اخي خون خرج عليهم كوب دي موند صاي. وحنا نلعبوا كونت اسبانيا اللي كنا نحوسوا الايفيتو هاكي كنا ندوروا، رحنا حنا لعبنا لها بالبيت تاع محرز. بارتي كملت 94 95 عطيناهم بيت، مانيش عارف شكون خلاهم يماركوا بيت. ما تقوليش ماشي بيت مخدوم، ما تقوليش ماشي مخدومه بارتيه، اللي يعرف بولا على باله. ما دقيقه 60 وحنا قاضبين بولا، هذا لعب بهذا هذا لعب بهذا، هما قاردينها تحت ما يضغطوا، حنا ما نطلعوا. بيتكوفيتش ما مدخلش لي زاتاك ومخرج، مدخل لي ديفونسيرا هما اللي لعبوا. الدقيقه التاليه نعطوهم بيت. هي سي فري ما عرفتش نفرح باسكو علاه انا نفرح كي نتلاقى مع لا سويس ماشي مع اسبانيا، بصح نفرح ثاني كي خرج النمسا. وهذه كيفاش دروك نزعف باسكو خلينا النمسا تقاليزي، ولا نزعف مين بهذا اللعب ولا شاه. ما فهمت والو والله ما فهمت. نتوما فهمتوني؟ لا انا ما فهمتش كاين في بارتيه حتى واحد ما فهم. مي مخدومه 100% نقطه الى الصدر. Depuis tout à l'heure, ça fait que ça. Ça fait 15 minutes. Ballon là, voilà. Et là, vous croyez elle va aller devant, elle revient. Et non, et voilà. Et voilà, allez, olé. Il peut faire la holle là sur le terrain. Oh là là. Et il va la refaire derrière, allez. Et voilà. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Allez, là, voilà, vers l'avant. Et non. C'est dingue, c'est dingue. Ça fait 25 minutes. Ils se font des passes. La putain de ta grand-mère, hein, c'est bon. C'est dingue. Allez, Ben Sebaini, son deuxième touche. Oh là là. Ça fait 1 heure. Ah les gars, c'est dur à regarder. Hein. C'est dur à regarder, ça vous qualifie peut-être, prenez, mais c'est dur à regarder. Ça fait 25 minutes d'être tourné ici là. Mais t'es mort. Oh, j'en peux plus, gros. Oh, c'est dingue. J'en peux plus, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, va vers l'avant. Et non.